وفي خطوة صادمة هزت الرأي العام الجزائري والعربي، انتقل اللاعب المالي عبد السلام جدو من نادي ماغرا الجزائري إلى فريق هابوي حيفا الإسرائيلي في صفقة لم تعد مجرد انتقال رياضي عادي، بل تحولت إلى فضيحة سياسية ومالية تمس صورة الجزائر. فبينما ترفع الجزائر شعارات رنانة عن دعم القضية الفلسطينية ومقاطعة إسرائيل، كشفت هذه الصفقة عن تطبيع رياضي مقنع، حيث انتقل اللاعب عبر اتفاق رسمي بين إدارة نادي جزائري ومؤسسة إسرائيلية، مع تحويل الأموال بشكل مباشر بين بنك إسرائيلي إلى حساب النادي الجزائري عبر القنوات المصرفية الرسمية. هذا الحدث أثار غضبا واسعا بين الجماهير الجزائرية، التي رأت أن ما جرى يكشف الهوة العميق بين الخطاب الرسمي المعلن والممارسة الواقعية، ويعكس الشعارات السياسية التي تتغنى بمقاومة التطبيع، فيما الأندية التابعة للدولة تبرم صفقات علنية مع أطراف إسرائيلية. ولم يقتصر الجدل على الجانب الرياضي، بل تعداه إلى تساؤلات خطيرة حول مدى مصداقية المواقف الجزائرية الرسمية، وحول ما إذا كانت هذه الصفقة قد فتحت الباب أمام أشكال أخرى من التعاون غير المعلن مع إسرائيل تحت غطاء الرياضة. شكرا لكم وإلى اللقاء.